أهلا بيكم في حلقة جديدة في قناة ديجوري. بنعمة ربنا هنكمل مع بعض سلسلة تاريخ بطركة كنيستنا القبطية. البابا ماركيانوس الثامن. بعد نياحة البابا أومانيوس اجتمع الشعب وانتخبوه بطريرك في شهر هاتور سنة 144 ميلاديا حسب كتاب تاريخ الكنيسة القبطية للقس منسى يوحنا، وذكر في كتاب سير الباعة المقدسة انه جلس سنة 141 ميلاديا في عهد الملك أنطونيوس، وهو كان من مواليد اسكندرية وكان مدير للمدرسة اللاهوتية، وكان بيعمل على هداية نفوس المؤمنين وتجديدهم بسبب الاضطهاد. وحسب كتاب سير الباعة المقدسة ان البابا ماركيانوس جلس على كرسي ماري مرقس حوالي 9 سنين وشهور، وتنيح يوم 6 طوبة سنة 152 ميلاديا في عهد الملك أنطونيوس. وأشار يوسابيوس القيصري إن حبريته استمرت لمدة 10 سنين. بعد نياحة البابا ماركيانوس انتخب المؤمنين والكهنة رجل محب لله ومحبوب من الجميع وحكيم حافظ على الأمانة المسيحية، وترسم البطريرك التاسع على كرسي ماري مرقس سنة 152 ميلاديا، وهو كان من مواليد الإسكندرية وجلس على كرسي ماري مرقس 14 سنة، وتنيح يوم 9 أبيب سنة 167 ميلاديا. وفي نسخة تانية في دير أبو مقار مكتوب إن هو تنيح يوم 5 أبيب. بركة وشفاعة البابا ماركيانوس والبابا كليتيانوس تكون معانا آمين.